أن أعظم ما يفسد النساء هي الخلطة، وأعظم ما يفسد حتى الرجال هي الخلطة. ولا بد على الرجل إذا أراد أن يكون عفيفا أن يربي زوجته على ألا تختلط إلا بالصالحات اللواتي يعلمنها خلق العفاف. وكثير من النساء يتبادلن فيما بينهن المعلومات الخاصة بالبيت: زوجي يحضر كذا، زوجي يدخل كذا، معنا في البيت كذا، عندنا كذا. المرأة الثانية يتملكها الغيرة، ويتملكها شيء من أن تكون مثلها، فتحمل زوجها على ذلك، وربما يكون قليل ذات اليد لا يستطيع، فيحمله ذلك على أكل الرشوة، أخذ الرشوة، على أخذ الربا، ربما على السرقة، على كذا من المحرمات، حتى يرضي زوجته.